في يوم عودة الأبطال وانتفاضة الكبار، ولأن الأهلي كبير لازم يعود ولازم ينتفض، ولأن الأهلي بطل كان لازم يكون له عودة وعودة قوية جدا أمام أسوان النهاردة ب3-0 في شوط ولا أحلى ولا أجمل ولا أروع بالنسبة للأهلي ولاعيبة الأهلي ومدرب الأهلي وبالنسبة لنا احنا كجمهور الأهلي. اهلا بيكم يا اخواتي في صفحة احمد الجزار، فيديو جديد وهنتكلم النهارده عن احداث الاهلي واسوان ومباراة ولا احلى ولا اجمل للنادي الاهلي. الاهلي دلوقتي 40 نقطة في الدوري بفرق 8 نقاط عن الزمالك، ليه مؤجلتين لسه ان شاء الله هتبقى 14 نقطة فرق عن الزمالك، وربنا يكرمنا ان شاء الله كده والدوري يبقى اهلاوي كالعادة يعني ان شاء الله ما نقطعش. حبيبي الاهلاوي واخويا الزملكاوي، فيش بعض الزملكاويه اللي طالعين بيقولوا ان الاسوان فوت الماتش للاهلي. طب هو فوته ليه؟ طيب يا عم يقول لك ما كانش مستواه، مدرب اسوان ما كانش بيلعب بنفس اللعب اللي كان بيلعب بيه قدام الزمالك. يا عم في لعب قدام الزمالك، الزمالك مستواه هو اللي ضعيف، هنعمل لكم ايه طيب؟ عشان كده اسوان كسب 2-1. لكن الاهلي ايه اللي هيجيب المستويات دي لبعضها؟ الاهلي فوق خالص، مالكش دعوه انت بالاهلي، ما تتكلمش عن الاهلي. وبعدين لو انت بتقول ان اسوان فوتت الماتش يبقى انت فوتت كمان ماتشك لينا، انت كمان فوتت الماتش بتاعك للاهلي، لان انت برضو الاهلي كسبانك 3 على فكره، يعني انت كسبانك 3 الاهلي والاهلي كسبان اسوان 3. لا ما شاء الله التلاتات كتير يا جماعه. وفي يوم مصالحه الجماهير بالنسبه لجمهور الاهلي اللي بقاله 3 ماتشات ما ضاعش طعم الفوز ولا طعم الانتصار، يعود الاهلي ليفرح جماهيره، واي فرحه ولا احلى من كده. بالله بالنسبه لي انا كنت بتفرج على الماتش، كنت مبسوط من الاداء، كنت مبسوط من اللعيبه، كنت مبسوط من المدرب، كل حاجه بصراحه حصلت في شوط اول، عشان ما نحكمش ونقول المباراه كامله، لا شوط اول كان حلو جدا بالنسبه للاهلي ولاعيبه الاهلي. الشوط الثاني وكان ده تخطيط، عشان محدش يقول بس ان الشوط الثاني بان مستوى، لا ده كان تخطيط من كولر، بان هو اصلا بدل 5 تبديلات من على دكه البدلاء عشان يشوف اللعيبه والاجهاد بتاع اللعيبه، واللعيبه اللي ما بتلعبش بشكل اساسي يديها الفرصه عشان تلعب ويشوف الاداء بتاع اللعيبه. وعندنا ماتش مهم جدا ان شاء الله مع سان داونز يوم 25، فكان لازم طبعا اللعيبه بتاعتنا الاساسيه يكون ليها راحه ويكون عندها القوام ومحدش يتصاب منهم عشان يبقى جاهزين لماتش سان داونز ان شاء الله. بالنسبه بقى للكابتن خالد الغندور، كابتن خالد الغندور اعلامي قناه نادي الزمالك، طلع في اثناء الماتش ما بين الاهلي واسوان ببوست كده غريب بيقول لك فيه الاعلام كان بيقول ان كابتن ايمن الرمادي وفيريرا قال له بعد الماتش الزمالك واسوان اتمنى ان انت تلعب كده قدام الاهلي. فكابتن خالد الغندور بيتريق يعني وبيقول وانا شايف ان اسوان مقدم ماتش كبير قوي قدام الاهلي بطريقه يعني. احب اقول لك يا كابتن خالد يا غندور، انت لما اتريق على حد يكون ليك ند بند، يعني ما ينفعش تتريق على حد هو اعلى منك بمراحل. ليه بقى؟ لان اولا الاهلي اعلى منك بمراحل، اعلى من الزمالك، يعني مش محتاجه. اسوان اعلى من الزمالك برضه عادي، ايه يعني؟ ما اسوان كسبك يا عم 2-1. ما تطلعش انت بقى تقول ده ايه ده كابتن ايمن الرمادي بقى ايه ما لعبش قدام الاهلي. لا، كابتن ايمن الرمادي هو دافع قدام الاهلي لان عارف ان الاهلي فريق قوي وهجوم قوي، علشان كده كولر برضو استغل النقطه ديت في ان هو يضغط متقدم، كان بيضغط من التت الاولاني، وعشان كده كانت اللعيبه مستنيه اي فرصه تيجي منها جول وبعد كده يفتح الماتش، وده اللي حصل فعلا. كهربا النهارده بيحرز الهدف الاول. وطبعا بما ان انا جبت سيره كهربا فانا حابب اقول لجمهور الزمالك حاجه الحركه دي بتضايقكم كلكم انا عارف، بس انا حابب اقولها لكم برضه. بما ان بقى نجم اللقاء حسين الشحات النهارده 3 اسيستات، يعني راجل المباراه عن جداره والله. مع ان انا برضو في واحد عايز اقوله تاني راجل المباراه وهو مروان عطيه اللي احنا حسينا النهارده بين نص الملعب الاهلي ده حلاوه، نص ملعب الاهلي ده مزيكا اقسم بالله في وجود مروان عطيه. الراجل ما كان بيتقطع منه الكرة او تقطع من اي لعيب للاهلي كانت على طول مروان عطيه جري يجيب الكرة تاني، مفيش هزار.
مروان عطيه صفقه ناجحه 100%. بالنسبه لحسين الشحات واهداف اللقاء، حسين الشحات اول هدف طبعا للبروفيسور الكبير الهداف بتاعنا المهاجم الغايب اللي كنا محتاجينه ولقيناه خلاص في كهربا، وده اللي انا اتكلمت عليه قبل كده وقلت ان كهربا هو المهاجم الغايب اللي كان كولر محتاجه وكان بيدور عليه، وبالفعل انا كنت مرجح كهربا يلعب مهاجم صريح علشان ناجح جدا وعنده حس تهديفي عالي وهو لعيب وبيعرف يجيب اجوال. والله العظيم يا جماعه، والله العظيم كهربا بيعرف يجيب اجوال واحسن من اي مهاجم في الاهلي حاليا، لحد ما ربنا يكرمنا بقى ونجيب المهاجم اللي احنا عايزينه طبعا كلكم عارفين. تاني اسيست من حسين الشحات لاحمد عبد القادر. احمد عبد القادر النهارده اللي كان بصراحه موجود شبه مش موجود، الجبهه بتاعت احمد عبد القادر النهارده ما كانتش شغاله خالص، وعلشان كده الثلاث اجوال جم من جبهه حسين الشحات اللي كانت شغاله 10 على 10. ومناسبه ان جبهه احمد عبد القادر ما كانش شغاله يا جماعه، ده بسبب غياب علي معلول. محدش يقلل من قيمه علي معلول في الملعب. محمد اشرف كان موجود، هو ادى دور دفاعي كويس بس دوره الهجومي بتاعه مش زي علي معلول، فعشان كده جابت احمد عبد القادر ومحمد اشرف ما كانتش شغاله وما حصلش منها اي خطوره على اسوان، بالعكس الجبهه الثانيه اللي كان فيها حسين الشحات هي اللي حصل منها كل خطوره وهي اللي جه منها الثلاث اسيستات وهي اللي جه منهم الثلاث اجوال. فعلشان كده علي معلول صفقه او ورقه رابحه جدا معانا في الملعب للاهلي. بالنسبه للاسيست الثالث بقى اللي عمله حسين الشحات والمزيكا اللي حصلت من قفشه اللي طلع النهارده يصالح جماهيره بعد الجول اللي جابه. قفشه ضيع في قبل الجول ده يمكن فرصتين كانوا اسهل من الجول نفسه، بس رجع وجاب الجول وجابه بطريقه حلوه وشيك كده، يعني كانت حته كده من رجله الخارجيه كده، كانت حته حلوه بصراحه. بعد ما جاب الجول راح للجمهور ويحط ايده على راسه كده وانا اسف وحقوقه عليا. ليه بقى؟ لان احنا عملنا انتفاضه كبيره قوي على قفشه وكنا بنهاجم قفشه لان مستواه مش ده المستوى اللي احنا متعودين عليه من ايام القضيه ممكن فده لازم كان يحصل من قفشه ان هو لازم يروح يصالح جماهيره، لان رقم واحد في الاهلي هو الجمهور، رقم واحد هو الجمهور هو اللي يحرك اللعيبه، الجمهور هو اللي يحرك الاداره، الجمهور هو اللي يحرك المدرب، الجمهور هو اللي يحرك الكيان بالكامل، لان الكيان عباره عن جمهور الاهلي فقط لا غير. في ليله كانت جميله جدا واتمنى ان شاء الله كل التوفيق في الماتشات الجايه للاهلي سواء كان دوري مصري او دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله عندنا ماتش مهم جدا يوم 25 مع سان داونز، نتمنى الاهلي كل التوفيق والسلام عليكم.